مع حلقات أبونا شمعون دراسة اللغة الأشورية المعاصرة. نحن اليوم في الحلقة السابعة. آمل إنكم تستفيدوا، بس اشتركوا في القناة واكتبوا تعليقاتكم، لأنه أبونا شمعون هذا قاعد بحضر لنا طبعة جديدة لكتابه. فأنتم ممكن تحملوها، هعطيكم الرابط تاع كتابه الطبعة الحالية، بس هو قاعد بحسن بيه. وله أيضا كتاب أشوري، قواعد اللغة الأشورية باللغة الأشورية، ومسجل حلقات بالعربي وبالأشوري، بس هلا قاعد يعني بحسن الكتاب تاعه. فيعني ملاحظاتكم مهمة، مهمة كثير. يعني ما تفكروا إنه يعني إحنا هنهملها، لا، مش هنهملها. فاهم علي؟ فيعني كل ملاحظات تعطوها، وإحنا بعدين عايزين نتعلم، عايزين نتعلم. وتشوفوا أبونا شمعون حيفرجينا الكتاب تاعه ويعمل تصليحات أمامكم، مشان تشوفوا إنه يعني يستفيد كمان هو من هذا الأمر. وأنا بتعلم وأنتم بتتعلموا، وكثر الخير خير. فاهم علي؟ وإفرام يقول لك اشتري العلم بلا ميزان، أما الذهب ميزان، لأنه الذهب هذا بيكلك، أما العلم ده بيغني. اقتني العلم بلا قياس، أما الذهب فبقياس. أيوة، عفارم عليك، عفارم عليك. بالضبط. طيب أبونا، أنا أرحب بيك، وفرجينا الكتاب تاعك، وقلنا شو هتقول لنا اليوم. أيوة هشوفكم النص، أشارك النص. يعني هاي الحلقة السابعة، ها؟ السابعة، هاي نعم. الحلقة السابعة. بالضبط. ايه أيوة ايه أيوة، هذه اللي عملها. عفارم عليك، أها، عفارم عليك. هلا. نحن طبعا في الحلقات الماضية شفنا الأحرف الآشورية، وقارناها أيضا بالأحرف العربية والسرياني الغربي والعبري كذلك. هون في هذه أشوف لكم إياها من جديد، الجدول هذا، حتى حسنتهم هذول. العبري كان عندي شك في الهاء والحاء والخيط والتاو، ولسه في غطا أبونا، لسه في خطأ في النص. الخاء مش هيك، هاي تاء، هاي تاء مش خاء. هاي تاء غريبة. أنا الشيء اللي عندي هيك يعني أنا أبعث لك إياها ولا تشوف تهتم. تاء هيك. أيوة، هي الأخيرة هاي تاء، وهذه على أساس خاء تشبهها بس. أيوة. شو هاي هيك؟ هاي هاء، والخاء واحدة ثانية كمان. هي تقريبا يعني العصا تاعتها مقطوعة شوية، أو يختلف. يعني أنا ببعث لك إياه ولا تهتم. أوكي. لأن أنا في كمبيوتر بتاعي في مفتاح لوحة المفاتيح ما شفت غيرها. لا، بس أنا بعطيك إياها وأنت بتنقلها وبتحطها. تنسخها وبتحطها هنا. سهل. فشفناها هذه شوية، وبعدين الأحرف طبعا سريانية، وبعدين شفنا الأحرف الملينة أو المزادة التي زيدوها بإدخال بعض العلامات، نقاط أو خط شارحة على بعض من الأحرف لإعطاء الألفاظ اللي ما كانت موجودة، مثل الجيم والجي والفاء وغيرها. المهم، وبعدين شفنا أيضا الحركات، أخذناها باوز، شفناها الحركات السبعة هيك. وشفنا هذه التمرين على الحرف مع الحركة. وهون على طلبك أنا عملت اسمها الشكل، عملته ما أقدر أعمل غير شكل بالإنجليزي. الباء الطويلة، الآ باء، وهذه باء، هذه باء، وهذه ما أعرف شو عمل لها. حلو جدا، حلو جدا. باء وباء طبعا قصيرة. هاي بو، هاي بو، هاي بي. أيوة، عفارم عليك. كذلك اللام عملت هيك. يعني آمل أنه وأبونا مو ضرورة كل هذه الأمثلة، يعطينا مثل. لا ولي لو لولي. أوكي. أنا أقترح عليك أبونا
تعطينا فقط مثالين هاي اللي تخفف علينا. ايوه بعدين هالمعلومات شفناها ايضا عن أيوة. الحروف العله، وبعدين حرف العين انت مشكلته. ابونا راسك قاسي، يظهر عليك اكثر من راسي. انا قلت لك يكفي مثالين لانه زودت علينا. خلي اوكي خفف على المعده. فاهم يعني علي؟ يعني زياده في البركه مو مشكله. لا بس ابونا انت ولا يهمك، بس احنا الغلابه. فيعني لا احسب بالعكس حسابنا. بالعكس احسب بالعكس. حسابنا بيكفي مثالين، لانه إيه، بعدين لما تشوفها كثيره ببطل واحد يقرا. اوكي. بعدين خفف شفنا عليه. الالتقاء الساكنين وبعض الامور عنها. ايوه. وبعدين انه ما شفنا عندهم ايش؟ شده، لا عندهم لا شده ولا سكون. لا ما في لا شدة ولا سكون، وانما كل حرف ما له اي حركه معناه هو ساكن. ايوه، خلافا وكل للعرب. حرف متحرك يجي قبله تجي حركه تاخا او الزلام القصير فهو يشدد. وشفنا امثله مثالين شفتين، ايوه. ما اكثر حتى لفظ. اوكي لا بس هذا مهم جدا. لانه قتة بالعرب احنا عندنا ودبة. شده وعندنا السكون، هم ما عندهم لا سكون ولا شده. ولا شد، انما هي هاي الطريقه اللي ايوه، فارم عليك، هذا حلو هلا جدا. باقي من هالفصل هذا فقط شيء بسيط حتى ننتقل للفصل الآخر. هي المقاطع، شيء عن المقاطع قدرت أحكي. فنقول أنا علمنا ما تقدم من الحرف والحركة هما اللبنة الأساسية للغة، ومنهما للغة هيك يكتبوها غير اه للغة. لا، اللغه يعني خمو ثلاث لامات ما لازم. لازم اظن 3 لامات ثلاث ابونا. لامات ما آه، أنا آه، لا. تحيرت وقمت شفت في كتب هاي قمت أشك يعني انا للغة كمان يعني إذا كان شكيت مثلك. معرفة يعني. انا نفس الشيء مثلك شكيت. للغه ما اعرفش، انا حاتحقق منها. ايه واحد حاتحقق منها انا شو. رحت على الكتب اللي عندي وهي ما وصلت الى نتيجه. المهم ومنهما من هاي الحركات والحروف تصنع المقاطع، ومن المقاطع تتركب الكلمات، والكلمات هي الحجاره او القراميد التي بها يشيد بنيان اللغه كله. هذا انا هيك ايوه. افسر علميا، هيك رايي. وفي اللغه الاشوريه كما في كثير من اللغات ما يحدد المقطع ليست الحروف الساكنه بل الحركات، فعدد الحركات في الكلمة هو الذي يحدد عدد مقاطعها. آه. ايوه أي ايوه. أن المقطع لا يمكن أن يحتوي على أكثر من حركة واحدة. ممكن يحتوي آه. كثير من الساكن من الحروف الساكنة، ولكن حركة واحدة فقط. إن للمقاطع أهمية كبيرة لأن جذم أو بتر الكلمات يتم على أساسها. عندنا طبعا باللغة الآشورية هذه كما سنرى لاحقا في موضوع الجذم، وكذلك الأوزان الشعرية والألحان الكنسية والمدنية تقوم عليها. ابونا احنا ما نفهم شو معنات الجزم. تجذم مثلا، هم ما عندك أنت مثلا بالعربي عندنا جذم فقط لما تدخل لم يمضي الياء تحذف فتجذم، مجذوم يكون تمام. لا مش واضح لم لي. يمضي الياء الأخيرة ما نكتبها لم يمضي. ايوه هي هذا ايوه. جذم يعني قطعت الياء هذه أخذتها. نحن هيك تعلمنا بالمدرسة بالقواعد اللغة العربية. لا، الجزم لن يمضي هالجزم مش جزم الجزم. ايه كان في جزم يقولون قسم لا، الجزم ما يعني يكون مش بالذال، بالزين ابونا. بالزين. عجيب ليش جزم يجزم شيء آه. وجزم يجزم شيء آخر. لا، ما هو الجزم، موضوع الجزم. أي لن 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 آتي، ما أي بتحط الياء بالأخير. أيوة لما أي بس أنت تحقق منها، أنا أعرفها أي الجزم لأنه لأنه الجزم أنا أنا رحت بسمعها. على معنى الفعل. أي. جزم يعني يجزم على شيء يعني يصر عليه، أما أيوة. جذم فيجذم الشجرة، يجذم يبتر يقطع يعني. أنت بتعرف شو تكتب في الجوجل؟ اكتب أحرف الجزم. ايوه لا جزم ايه. نحن اتذكر بالمدرسه اخذنا جزم، احرف الجزم لم أيوة. ولن وما اعرف ايش أنا لن هي كل لن. أنت تحقق، أنت نعم تحقق، أنا نعم. ممكن أخطأ. فهذا معناه يعني ايوه سويت جزم اوكي. لاحقا موضوع الجزم الاوزان الشعريه وهذه حتى المقال هذه اللحن يعني يتبع المقاطع مو كلمه. أيوة. اوكي. والمقطع في اللغه الاشوريه هذا مهم، يمكن ان يحتوي على حرف واحد او اكثر، إذ يمكنه أن يحتوي على حرفين أو ثلاثة. أيوة. مثلا حرف واحد كاسة
هذا الكاف وعليها الحركة، هذا مقطع بذاته كاسة. فهالكلمة بها مقطعين كا وسا. ايوه. خليك هنا اوضح شيء اذا الكل انا اذا اخطات ام لا. الالف بالاخيره هي تكتب ولكن لا تلفظ. هذه البركه اللي تلفظ هي الحركتين النقطتين. ايوه بالضبط. على السين. ايوه هاي ممكن يكون بدل ايه قبلها. أيوة. كاسه وهي جمع كاسه تصير كاسه 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 ولا تعني الكاس. ايوه مثل ما قلت لك في القران مثلا الذي بالطبعه المصريه بحطوا الكسره تحت الذال والياء بلا نقطتين اصلا، بيعتبروا هاي لا تقرا. شفت عجيب. نفس القاعده عندكم تقريبا نفس الفكره. نفس القاعده تماما. نفس الفكره. مثلا التي احنا بنكتب الف لام تاء ياء، مش هيك؟ صح. هم الياء ما بيكتبوا عليها نقطتين. تعرف انا فكرت بهذه، قلت شو ليش ايوه قلت يعني هيك انا تحليلي هيك هو، يمكن اغلط او غلط او مو غلط، انه هم يمكن فكروا اذا يحطوا ياء فالياء هذه هو ضمير تملك. ايوه لا يختلط ويا ضمير التملك. ايوه مثلا كلمه حرف فاء في حرف في كلمه في فاء احنا بنكتب فاء ياء. في القران مش مكتوبه هيك، فاء تعطيها كسره والف وياء مكسوره بلا نقطتين. شفت؟ هي نفس القاعده عندكم، بجوز ماخوذه من السرياني. نعم جائز اكيد. شفت علي؟ هلا جتني الفكره. كاسة. ايوه هم بيكتبوا كاسة. دائما الالف موجوده، ولكن المهم هي الحركه هذه. ايوه هي الحركه اللي بتحدد اللفظ مش الحرف الاخير. صح. وهذا الالف مثل ما قال ابونا يعني بتحدد انه الكلمه انتهت. ايوه فهمتم علي؟ هلا فهمت ليش المصريين ما بيكتبوا مثلا سامي الذيب سامي، ما بيكتبوا نقطتين تحت الياء، لكن بيكتبوا كسرة تحت الميم. لكن المشكلة إنه الصحف ما بتحط حركات وما بتحط نقط، فبصير سامة بدل ما سامي. علي؟ مثل في بدل، لأنه الصحف لا تحط الحركات، فكل الصحف المصرية ما بتحط حركات لفي نقطة، ما بتحط نقط لفي، فبتقرأ فاء. أيوة بالنسبة نحن شرقيين نقرأ فاء. ايوه بلبنان وسوريا واردن العراق يقرأوا فاء. وعلي كمان ما يحطوا لها نقطتين فتصير على يعني مصيبه كبرى. بس هم في الكتب اللي هذول بيكتبوا الكسر تحت اللام بتصير علي وما بحطوا نقطتين تحت علي. يعني هذه غريبة بالنسبة، يعني أنا ما شايفها أبدا، يعني هسه دعم الشيء. وهي نفس القاعدة السريانية أبونا. نعم جايز. هي مأخوذة إذن من اللغة السريانية، لأنه هي الحركة اللي بتحدد المقطع الأخير. نعم. الحركة الأخيرة. هلا فهمت دراسة السريانية تساعدني أفهم ليش العرب يعملوها هيك في بعض الأمور الغريبة. نعم. ولاحظ هنا فقط للتنبيه إنه السريان أو الأشوريين يحطوا نقط مشان الحركات، بينما احنا بنحط الفتحة والكسرة والضمة أشكال أخرى. ليه؟ لأنه احنا أحرفنا فيها كثير نقاط. فلو بتحط حرف نفسه حرف الساكن في له نقطة. نعم نقطة. أيوة فلو تحط له نقطة يفهموا غير شيء. فهمت علي؟ تختلط مع الحرف الأصلي أيوة مع النقطة الأصلية للحرف قصدي. لكن القرائين القديمة اللي لاحظتوا أبونا، القرائين القديمة مشان ما يغلطوا تعرف شو كانوا يعملوا؟ يحطوا نقط بس أحمر. نقط. أيوة نقط بس بالأحمر. يمكن نقطة نفس النقط السريانية ولا السريانية، بس مشان ما يخلطش مع نقطة الحرف يسوي غير لون أحمر. أوكي. يعني أنا هفرجيكم مرة مخطوطة للقرآن قديمة وتشوفوا الحركات تاعونا، مو الحركات تاعون اليوم، ما لهاش علاقة مع حركات اليوم، هي الحركات السريانية بس حطوها بالأحمر. شفت علي؟ يعني
وبالعبري نفس يعني الشيء. معناها كانت متداولة في ذاك الوقت. أيوة، ما هو والعبري أخذوا الحركات السريانية، بس بالأحرف العبرية ما فيها كثير نقط مثل العربي، ما فيها يعني، ما فقط طبعا الحرف ما عنده إلا قليل. فرق بين الشين مثل والسين. السرياني والآشوري يعني. الشين والسين في نقطة يمين أو نقطة شمال فوق، فاهم عليك؟ فهنا اختلط عليهم الأمر، وإلا الباقي ما عندهم في نقاط. أما العربي ما شاء الله. وبعدين أبونا تعرف شو أنا فكرت؟ إنه في السرياني أنتوا ترتيب الأحرف في القاموس هو أبجد هوس حطي كلام صعفت كرشت، مش هيك أبونا؟ هذا سهل مشان تدور في القاموس، سهل كثير يعني كثير. أما في العربي لا، ترتيب الأحرف غير. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال. تعرف ليش رتبوها هيك؟ ليش؟ لأنه قربوا أصول الأحرف. ألف باء، بعدين شو اللي مثلها؟ تاء نقطتين، ثاء 3 نقط، هيك ألف باء تاء ثاء. قربوا الأحرف المتشابهة على بعض بس زادوا عليها النقط. بعدين جيم حاء خاء، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، ألف باء جيم عليها نقطة فوق تحت، وحاء بلا نقطة وتحتيها وبعدها خاء، فاهم؟ وسين وشين ترتيب الأحرف بالعربي يتبع أساسيات الأحرف، والأحرف المتشابهة أتبعوها الواحدة بعد الثاني. السين والشين. شوف التاء في العربي هي هو الحرف الثالث فيما في عندنا هو الحرف الأخير تاء. أيوة. والعين والغين. فأنت إذا عايز تبحث في القاموس العربي احفظ هذا، إنه الأحرف المتشابهة تتبع بعضها. مثلا العين والغين والراء والزين. الراء بس حتى ترتيب هذه مو ترتيب الأبجد هوس. صح يعني حتى هذا مو ترتيب، لأن أنا قدامي أنا كاتبها مثل ما قلت لك ذاك اليوم، لأنه كنت أخربط بها، كاتبها هيك عملها مثل شريط ملزقها على الشاشة، على جنب الشاشة كمبيوتر، حتى أباع بيها لما نريد أفتش بالقاموس. فتشوف أنه الراء والزاء طبعا المشابهة هي تجي بعد الدال، في حين عندنا الراء هي في قبل النهاية، يعني أيوة. الحرف الثالث قبل النهاية. والقاموس العبري أبونا هو أبجد هوز. حلو. مثل السرياني. هي هاي الأصل، هو هذا الأصل. إحنا العربي هي مشكلة تشابه أصل الحرف. يعني الدال والذال وبعدين الراء والزين. شوف التتابع كيف كل حرفين متشابهين معهم اختلاف نقطة تتابعوا بين بعضهم. شوف كيف. والنون وياه نفس الشيء. النون تشبه مثل الياء، فحطوا النقطة فوق والياء نقطتين تحت، حطوهم ورا بعضهم فقط مشان تحفظ كيف ترتيبهم. أبجد ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، هم يتبعوا نفس الشكل. لأنه أنت عندكم بالسرياني كم حرف أبونا؟ 22 هو أصلاً. بس بالعربي في 16. 16 وضيف إليها نقط صاروا 28. فهمت علي؟ في 12 حرف معها نقط. زين. بس هي الأحرف العربية الأصلية هي 16. يعني حتى هذيك ما تنطبق مع أبجد هوس. لا ما تنطبق. بس هم لما زادوا النقط قالوا حنعمل فيهم ايه هذول النقط، حطوا كل الأحرف المتشابهة واحد بعد الثاني. يعني فقط يعني ما في حدا يقول انه هاي نازله من السماء. لا بطبيعة الحال لا مليح، يعني كان ناقصنا هاي يقولون انه نازله من السماء هالترتيب هذا من لا هذا ابونا اللي نازل من السماء بسموه توقيفي، واللي عملوه الناس بسموه اتفاقي. اوكي. فهنا اختلاف. ايوه هذا اتفاقي. ايوه بس المخطوطات ابونا القرآنية، الخط الكوفي في الطبعة العربية بالقرآن
هي مش 28 حرف، هم 16. هم 16. نعم. فأنت اقرأ كل المخطوطات القديمة تاع القرائين، الأحرف اللي فيها هي 16 فقط. يعني فقط انتبه لهذه النقطة. نعم. أنا تعرف فكرت فيها فقط البارح، على أساس اللي احنا بندرسه سرياني، خلتني أفكر طب ليش احنا هيك؟ ليش احنا بنرتب الأحرف بالطريقة هاي وهم برتبوها بطريقة أسهل؟ ترتيبكم أسهل. يعني أنا وجدت وبعدين يقولون انه ابجد هوس هي عربيه، ما ابجد هوس هي عربيه، ما تتطابق ويا العربيه ابدا، هي أيوة. اشوريه سريانيه. بس أبونا إحنا بنتبع أبجد هوز لما بنركب الفقرات، أو بالقانون. بالقانون يعني هاي الفقرة. السرياني، يعني يتبعون السرياني لما يرقموا، لأنه أيوة. نحن أيضا نحن هيك من ألف واحد باء اثنين وثلاثة وأربعة إلى ياء 10، بعدين تجي كاف تصير 20، لأنه الكاف تجي بعد الياء عندنا، ولكن بالعربي الياء وين؟ بالنهاية. يعني أبونا مثلا القانون المادة 20، فقرة ألف، فقرة باء، أيوة. فقرة جيم، أيوة. مش تاء، فقرة مش دال. تاء. أيوة بس ترتيب عجيب أنا الفقر. هون لما أعمل هيك الكمبيوتر نفسه أيوة. العربي أيوة. يعطيني بعد الباء يعطيني تاء وبعدين ثاء من نفسه، أيوة. يعني اوتوماتيكيا يطلع لما فقرات اكتب هيك. أيوة. لا فانا امسحهم لا بعدين اعملهم دال. لا بالعربي أبونا ترتيب الفقرات هي ترتيب أبجد هوز. عجيب. انتبه. بس ليش هو اللي عمل الكمبيوتر عملهم على هالترتيب الجديد لا، مو باء معقول. تاء انا ثاء؟ عندي لا، ما بيساوي هيك. انا عندي هالبروجرام اللي عندي وهالخط العربي هيك يعمل. اي هذا خطأ، هذا خطأ. لانه طبعا مثل انا منزله اللاتيني. من الويندوز، هو الويندوز. ما هو انت ابونا، انت ممكن تختار. انت في اختيارات تعمل اوبشن، فاهم ايه. علي؟ انا فبتختار. كالعراقي، انا باخذ العراقي. مثلا تعرف انت ممكن حتى ترتيب الفقرات تكتبها باللاتيني، فبيعطيك الأحرف اللاتينية نعم، حسب. لكن انا اقول عربي يعني عربي. يعني مثلا ما هو في عندك عدة اختيارات. مم. أظن إنه ويندوز بيعطيك اختيار أبجد هوس أو الترتيب الحالي. على كل هو فقط للإشارة لا يعني. للعلم، بس للعلم. لا بس أنا استفدت منها للعربي، لأن أنا ما نعم كنت عارف كيف ليش إحنا بنساوي هيك. نعم. يعني هاي جديدة علي أنا. يعني أنا ما كنت بفكر، يعني ما فكرت فيها إلا بعد ما بدأت أدرس الأشوري معاك أبونا. نعم. شفت كيف؟ يعني أنا حتى أتعلم كل يوم لغة العربية. حلو. وعلشانك مفيد إذا عايز تبحث في القاموس. أيوة. فأنا وجدت قاموس عبري، بدي أدور الأحرف بالقاموس العبري فرنسي، الترتيب أبجد هوز. بس مثلا قرشت أيوة. ما شو اسمه، هي قاف بعدها كاف ولام ميم نون هاء واو ياء، فين التاء وفين هذه؟ على كل هي ما تنطبق استاذ ما سامي عندي ابدا، لا. ابجد هوس ما تنطبق على ترتيب الحروف العربيه ابدا. لا ما بطبيعة الحال أنا بقول ما لك لا تنطبق. تنطبق، لأنه ترتيب الأحرف هو على أساس الأصول، أصل الحرف. نعم. يعني بسموه بالفرنسي سكيليت. سكيليت يعني هيكل. الهيكل على حسب هيكل الأحرف. الهيكل الأحرف متابعة. هيكل العرب. ألف باء تاء ثاء جيم. شفت لا تزبط أبونا. ألف باء تاء ثاء جيم أبجد، لأنه الباء والتاء والثاء هي نفس الحرف. نعم، وبعدين جي يجي أبجد. ايه بعدها هوس، وين هوس؟ على كلنا هو يعني ما تجي هوس بالنهاية، هاء هي بالنهاية والواو هي فقط يعني الواحد ينتبه لما لا يبحث القاموس كان العربي. لازم ما يقولوا ابدا هي ما يستعملوا ابجد هوس،
لان هم يكتبوا عربي بس يعملوا سرياني ابجد هوس. ايوه تمام 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 تمام. يحكون عن العربي بس بعدين يروحون على السرياني. ايه هو يعني فقط مشان انت تدور بالقاموس العبري، ما تدور حسب الترتيب العربي او الترتيب الغربي، لا، حسب الترتيب ابجد هوس. طبعا اما العربي هو حسب ال- المقطع، الكلمه، الحرف الاساسي. الباء والتاء هي نفس الحرف بالعربي. نعم وحده ورا الله بس. ايوه فقط. كويس حلو هالمعلومات حلوه جميله. ويساعدك مثلا لما تدور القاموس العربي، بيساعدك. نعم. تعرف انه الدال والذال متتابعات، والراء والزال والزين متتابعات. سهل واحد يعرف. السين شين صاد ضاد طاء ضاء. ايوه جيم حاء غين فاء كاف كاف لام ميم نون. ايوه نعم هاي بسيطه استاذ سامي، شكرا. هلا نحن مثل ما قلت نرجع على كلامنا. ليش انت زعلان علي؟ شو بالعكس انا اشكرك يعني لا بس انت بتحكيها هيك، استوعبت تمام. لا بتحكيها بجد، يظهر عليك عراقي ابونا انت. طبعا عراقي وافتخر بها. لا فارم عليك، ما عندي، بس ما تزعل علي يا ابونا، يعني ما ازعل. ناس فقراء. لا الفلسطين ايضا اخواننا، نحن اخواننا فلسطينيين. بس عامل على قدر عقلي، شو اسوي لك؟ اخواننا فلسطينيين من جماعة يسوع، هم فلسطينيين. لا معلوم، مواطنين يسوع المسيح، لولا احنا ما جو عندكم مسيحيين. جميل استاذ. ابن بلدياتي مثلا. نعم بلدياتي. ابن مواطن مالك. بلدياتي يسموه، بلدياتي المصريين. بلديات ايوه بلدياتك. ايوه بلديات. جميل استاذ سامي. ايوه يلا. هلا نروح على المقطع. ممكن يكون حرفين في المقطع. عندنا مثلا مثال نشرة. شوف نون وشاء شين هي ساكنة بس حركة واحدة، هي زلام الطويل. نشرة يعني النسر. ايوه شفت الشين صارت سين. ايوه. وانت ابونا لما كتبتها بالعربي حطيت سكون فوق الشين. ايوه نشرة. حطيت السكون تحت الشين، بينما بالسرياني ما في سكون. لا لانه ليش؟ هي ساكنه لانه ما لها حركه فساكنه. ايوه استفيدوا من هيك. بمعنى يعني ما فيها حركه. ما فيها موتور. اذا سياره ما فيها موتور ما تمشي ما تتحرك. ايوه عفارم عليك. يعني هو لما كتبها بالعربي بالعربي موتورات، هي محركات يعني. وشوف الفرق ابو يعني القرابه، انه في السرياني بتحط نقطتين ميلتين نشره، بالعربي هي كسره، وشوف هي كانها مرتبطين مع سوا. نعم نشره. ايوه. والشين هذيك ما عليها سكون، احنا بالعربي حطينا عليها سكون، لانه كل حرف لازم عليه حركه بالعربي. ايوه او سكون هي السكون مش حركه اصلا، بس هي يعني تعين انه لازم تسكن. مش حركه، سكون لازم هو اسمها سكون. تسكن. لذلك نحن ما عندنا، لانه يعني منطقيا واحد يعرف اذا ما في حركه على حرف ساكن، ليش نسمي حروف الساكنه؟ هو احنا ما في حركه، هي ساكنه اساسا ساكنه، فيراد لها محرك حتى تتحرك. انا هلا انتبهت انه ليش احنا بنسميها سكون. بالضبط. يعني ساكنه. نعم هي حروف الساكنه. ايوه انا ما كنت منتبه ليه احنا بنسميها سكون. فاهم علي؟ يعني هناك بتقطع الكلمه. ايوه المقطع، تقطع الكلمه. المقطع ايوه. نشرة ايوه. والراء انت لازم تكتب عليها فتحه. ايوه بس لانه في الف بيكفي بالعربي. ما تكفي. لا احنا ما تكفي الالف، هي فقط ختام للختم الكلمه. ايوه هم. انتوا عندكم الاشوريين بتحطوا النقطتين فوق. ايوه بس اشرع علشان عليها النقطه اصلا. الراء هي لما يكون فوق يعني راش. راء
بس شوف الفرق بين النقطتين، هاي نقطة كبيرة مربعة، هذول النقطتين هاي صغيرين. ايوه صغيرين ومايلين وهون مايلين، طبعا اسقاف مايلين فوق الحرف. ايوه. وشفتي حتى اللي احنا لما نحط التنوين كسره او تنوين فتحه بنحط شرطتين ميلتين، صح، ما بنحطها متوازيين، لا دائما مائلة بنحطها مائلة مو أفقية. مثل ما انتم بتحطوا نقط، ما بتحطوا نقط متوازيه، بتحطوا نقط مايله. ايوه المتوازية شيء اخر، فقط بالزلامة القصير، الكسرة القصيرة يكونون متوازيين النقطتين. اما اذا كانتا مائلتين فمعناها طويل هذا. ايوه شفتوا، هلا انتبهت انا، هلا انتبهت كيف انتم بتساووا التفكير تاعكم. هلا فهمت التفكير تاعكم، ايه فهمت، هلا فهمت، هسه فهمت. يلا نكمل ابونا. حلو. وطبعا ممكن المقطع أن يحتوي على 3 حروف، مثلا مثل في كلمة بتلتا، بتل. شوف هاي في حرف 2 3 وحركة واحدة، وهي حركة الواو اللي تحتها نقطة اللي هي رواسة، حركة أيوة. تلتا. شوف أنه الباء هذه ساكنة واللام أيضا ساكنة، بس ما لازم نحط سكون عليها لأنه ما لها حركة فهي ساكنة طبعا بطبيعة الحال. ايوه بتلتا بتلتا معناها البتول. فبتلتا مريم هاي استعملها كثير في صلوات، في الطقوس، التراتيل التخصية. بتلتا مريم يعني مريم العذراء، مريم البتول. بتلتا، فاهم عليكم، ايه فاهم تلتا. ايوه تلتا. وايضا مثال اخر بروش في راء هذه او وهذه شين، بروش. شوف كلمة واحدة، هي مقطع واحد لكن 3 حروف وحركة واحدة، بروش. وابونا عندي نقطة، عندي سؤال، ليش حطيت النقطة على الواو؟ لأن هي مو او. انت فرق بين او والاو انت استاذ سامي؟ ايوه انت تفرق طبعا لانه دارس فرنسي ايطالي هناك موجود. ايوه فاهم. بس اكيد انا اريد اشوف واحد عربي اللي ما سامع اي لغات اخرى، بس عربي، يفرق بين او والاو؟ لا اظن ما يفرق بيناتهم، ما يفرق الا باللهجات. يمكن الا باللهجات، اما بالعربي الفصيح لا، ما يعرف يفرق. او والاو مختلفين. حتى باللغات اللاتينيه كلها الاو والاو مختلفتين. ايوه حركتين مختلفتين. فبروش احنا بنقول لولو فاهم علي؟ لولو. انا اذا اكتب لولو اكتب اللام واو تحتها نقطه مو فوقها، مثل هاي بتل هذه لولو لام واو نقطه ولام فارم. اذا حط فوقها تصير لولو. فهمت. لولو ولولو. ايوه لولو. ايوه. وهذيك بروش. ايوه هذه بروش معناها افرز، هو فعل امر، افرز افصل. بروش وفعل الامر الذي جذره بارش، جذر الفعل. والبي هاي الاولى، هاي البي القويه. الامر بروش. ابونا حرف البروش الاولى هو البي القويه مثل باريس. ايه باريس مثل باريس صح. ايوه انتبه، يعني هيك فكر. هلا انتبهت. والراء لان عليها نقطه، لو كان النقطه تحت لكان صارت دال. الراء طبعا هذه ايوه هذه راء، هي مو دال لانه دال تحت تعطيها نقطه. ايوه ايوه. ايش هاي الجذر قلت لي شو هذا؟ بارش يعني يفرز يفصل. نحن جذر الكلمة أنا قايلها هاي بعدين بالفصل اللي يجي بالفعل. الجذر الفعل نحن هو صيغة المضارع مو صيغة الماضي، بالعربي صيغة الماضي. ايوه فرز قام كتب نام، نحن نقول بارش كاتو، المضارع مو الماضي. ايوه فهمت. بالقديم لا، هو مثل العربي الماضي. بس بالمعاصر هو هذه المضارع هو جذر الفعل.
يفرز. برش. يفرز. ايوه مش احنا بالضبط يفرز. لو احنا عايزين ناخذ الجذر تاع الكلمه العربيه كله فرز. ايوه فرز، نعم. وفصل، لانه جذر العربي هو فصل. لانه أيوة. الجذر هو شو؟ الماضي. هو الصيغه، اقصر صيغه للفعل. ايوه في الاشوري اذا نحن نقول نريد نعملها ماضي ما يكون قصير، لا يكون بزيادات عليه، يقول برشله. ايوه شفت جا زياده ليه؟ برشله. ايوه شو تعني فريشلي؟ فريشلي يعني فصل، فرز، ماضي، بالماضي. فريش ليش تحط ليه؟ فريشلي هي الماضي، صيغه الماضي البسيط. خلي الضمير اللي هو ها وقبله لام. شوف هاي اللام اللي كذا نشوف، كان نشوفها اللي شفناها زائدة بالقرآن. هاي اللام. فريشلي. ايوه هاي اللام هذه فريشلي. ايوه راح نجي لما نجي للفعل هناك راح نشوف العجائب، راح نشوف هذه. ايوه عفارم علي، خلينا نشوف عجائب هلا، يلا نكمل. اوكي. نشوف يعني كثير من الامور تتوضح قدامنا. ايه عفارم. فهذه بهذا ننتهي من الفصل الاول، نبدا الفصل الثاني. هو قصير ايضا في التعريفي، هو على اكثر. ايوه حالا ناخذه، ما نتوقف. الفصل الثاني هو عناصر الكلام. ايوه اكثر يعني تعريف عناصر الكلام. بالسرياني استخصي دمملة. استخصي دمملة يعني شو؟ استخصي يعني عناصر. الواحد عنصر استخصى. هاي النقطتين فوق تصير ثقافة. استخصي من أي فعل جاء يستخصي؟ هاي ما عنده فعل، هذا ما عنده. مش خصوصيات. هاي ما في فعل، هذا استخصى يعني العنصر. بس أكيد ليش بالعربي اكو فعل عنصر عنصرة؟ كل كلمة عندها أبونا جذر بالعربي. لا نحن ما هذه ما في بالاشوري. بجوز بالعربي يصير عصرة. عنصرة. العنصر هو عصرة بالعربي. عصرة هو لازم تبحث العنصر، لأنه الاسم عصرة بجوز يعني العصارة. غريب. أيوة. والعنصر عناصر، يعني حتى العناصر الكيميائية مثلا الحديد، النحاس، هاي كلها عناصر لما ندرسها. بس احنا بالعربي الجذر تاع العنصر هو عصرة. غريبة. إيه. شتان ما بين عنصر وعصرة. لا أنا أتبع القرآن هنا، أتبع ترتيب الكلمات بالقرآن في البرنامج. الكلمات غريبة الجذور تاعها. هاي عصرة. هاي لو العنصر هذا إذا عصرة يعصر، أو بعدين عناصر. عنصرة لأنه هو العنصرة كان لازم هو. ما هو المشكلة إنه الأفعال العربية هي ثلاثية، نادرا رباعية وخمسة. فهو برجعوها كلها لثلاث أحرف. عصر هم بيسووها. في حين بالآرامي يعني الأشور القديم عندنا ثنائية أيضا فعلا. فبس شو يرجعوها، يقولون إلى الأصل القديم كان هناك واو بين الحرفين. تصير ثلاثي يعني. أيوة. بس بالعربي يكون صحيح أبونا. عصر هو العصير. عصرة الكلام يعني أساسية الكلام. جائز يكون. يجوز هيك. ما أدري. لا نحن هذه كلمة ما لها فعل أو استقصى، ما لها فعل. أنا متأكد أبونا 100% إنه في الأشور القديم إلها أصل. جائز في الأشور القديم، أو أنا مأخوذة من لغة أخرى ما أعرف. بس أنا متأكد 100% باليوناني ما فيه استقصى. لا أكيد أبونا بالأشوري. بس ولا يهمك، خلينا بعدين. هذه استقصى عناصر. طيب هاي الدال هي البتاع، يعني بتاع مال. المملة هو الخطاب أو الكلام. مملة. أيوة مملة. أيوة. احنا نقول أملي لي رسالة. أملي. ومن هنا ملة. كلمة الملة. والملة أنت قلت لي هو المتكلم.
الملا الخطيب عندكم. ايوه شفت الملا خطاب او الكلام ايوه مملى. عند مملى خطاب الشيعة او كلام، فالخطيب هو ملى. الملا، احنا ايوه بالفرنسي يقولوا الملا سواء عربي الملا. ملى ايوه. الملا او الملا يعني المتكلم. المتكلم الخطيب. ايوه ايوه. بالضبط. ايوه بالانجليزي the parts of the speech هناك بس تعرف سام. ابونا على فكره انا اللي انتبهت انه عمر يعني عمر يعني تكلم امر ايوه عمر بالعربي. بالعبري ايوه ايوه بالعبري عمر عمر. عمر. وبعدين الخطاب يعني اللي يخطب هو عمر. صح عمر. هو وبس الخطاب. ايضا بالاشوري القديم والسرياني امر. ايوه فالخطاب هو ترجمه عربيه لكلمه عمر. عمر الخطاب يعني العمر اللي يخطب، الخطيب اللي يتكلم المتكلم. المتكلم صح. حلو هذا اكتشاف هذا. شفت علي؟ فيعني اكتشاف. هو اسمه عمر، ولكن عمر هو يعني مو كلمة عربية، فهو علشان سوى عربي سموه الخطاب. الخطاب عمر الخطاب. عمر الخطاب أيوه هو نفسه. بس الخطاب هي عربي، عمر ليس عربي. ايوه سريان. عمر او عبري او ما اعرفش ايه. عبري نعم عمر. او حلو. السرياني الغربي ايضا عمر، بس نحن بالسرياني الشرقي آمر. احنا هناك الناس يسموها عامر. عامر هذيك غير شيء. عامر من عمر أيوة. يعني ساكن. اذا تريد اذا تريد غير جد. تريد. فهيك حلو. لانه الهمزه والعين ابونا في انتقال بينهم. الهمزه والعين في انتقال بينهم. صح. طيب مو مشكله نكمل. موجوده عندنا ايضا هاي صح. ايوه هي هيك. ايوه شفت. بالفعل. وانا لاحظت ابونا مؤخرا يعني في القرآن في العبري في انتقال بين الدال والتاء. دال والثاء. والتاء. والتاء. الدال والتاء مثلا السحت تعني الرشوة. والسحت معناته أفنى. فوجدت الكلمة العبرية يعني هي ربطوا، بس بالعربي لا. سحت معناته أفنى، والسحت هو الرشوة يعني اللي تفني الأعمال. سحت شو معنى بالعربي استاذ سامي؟ سحت معناته أهلك. نعم. ونحن باللهجة الموصلية سحت يعني طرد. سحت هو أهلك. شفت هي باللهجة الموصلية العربية يعني طرد. يعني اسحتوا يعني طردوا. يعني في نصف الخروج أهلكت مصر. سحت في سفر الخروج لما الذباب تعدى على كل مصر. فدمرت مصر بالذباب. فاهم علي؟ فاستعمل فعل سحت. ولما جو على لا تعطي الرشوة للقاضي استعملوا سحت بالدال. بالدال. أنا حبيت أسألك أبونا، الرشوة بالسرياني شو تسموها؟ لا بالعبري سحت. لا بالدال بالعبري أبونا بالدال. الرشوة. بس أنا هبعت لك أصلي نسيتوها رشوة أبونا. أنا بعثت لك سؤال بس أظن أنت ما انتبهت له. في نص في التوراة يقول لك لا تعطي الرشوة، وقلت لك ابحث لي في كتبت لي على الواتساب قبل يومين. غريب ليش ما شفته؟ انت يطلع لي هون تطلع لي انت ابونا انت بتختار اللي يعجبك يظهر عليك الواتس. لا يطلع لي اعطيك العباره ابونا بسفر الخروج
اعطيني بالشطه، انا حلزمك هلا، همسكك. سفر الخروج بالعكس الفصل. ما كاد اتذكرها. عجيب كلمه رشوه هيك راحت من. لا بس انا عندي اياها في الثوره. سفر الخروج ايش؟ الخروج فصل 23 الآية 8. لا تأخذوا رشوة فإن الرشوة تعمي البصراء وتفسد أقوال الأبرار. خروج 23 الآية 8. فأنا عايز أعرف رشوة شو يقولوا لها. نعم بالعبري هي شحنة. شغدة. شوف كان على راس لساني شقرة. أنا بعي شقرة غير شيء. شغدة. أيوة سحد شغدة. أيوة بالدال، مش هيك؟ بالدال. أيوة بالدال. أيوة مثل بالعبري بالدال. وشين بدل سين شين صارت. أيوة شغدة. هي نفسها. احنا بالقرآن جت السحت. السحت هي الرشوة. وأنا يعني أنا شفت ترجمة عبرية للقرآن، أستاذ جامعة تل أبيب ما استعمل الكلمة العبرية الحقيقية. فيعني أنا شفت إنه يعني ترجمته ضعيفة جدا، لأنه الكلمة موجودة في التوراة، ربما هو ما فهمها، أو إنه ترجم للعبرية الحديثة. يمكن لا تستعمل. بس أنا حطيت سحت في جوجل. شوف الجذر بتاعها هي شحذ. أيوة شحادة. شحد رشا برطلة أهدى. فهو من فعل شحد يشحد. نعم يشحد يعني يطلب برطيل. أيوة. فهمت علي العبر كيف؟ يعني الرشوة هو واحد بيشحد منك. نعم. فهمت علي؟ وهم سموها سحة لأنه الرشوة تعمي. فهم علي؟ فهم سحة يعني أفنى بالعبري، بس بالتاء. العبري سحة بالتاء. أما الرشوة بالدال. نعم بالدال يشحد. أيوة. إيه بس أكيد بالسرياني أنا أعرف إنه شحثة. لا بالسرياني بالدال. لا مش هيك يعني دمر. كلمة نعم هاي قدامي. دمر. هاي شحادة. أنت ما فهمت علي يا أبونا. أنت يظهر عليك عراقي. اسمع علي. أيوة تفضل. ما فهمت عليك. في عندك او انا ما فهمتك مثل ما لازم. هو في عندكم كلمتين اظن، واحده للشحده مع الدال، وواحده مع الثاء او مع التاء. نشوف مع الثاء. شوف شحذ معناته دمر. مع الثاء يا سيدي. انا وجدتها في القرآن. وجدتها في العهد القديم ابونا، انه لما الذباب تعدى على مصر دمر مصر. فانا كتبتها في القرآن. انا مش عايز افتح القرآن الان. شوف استاذ سامي. شوف صحيح. شحث ايوه بالتاء. الثاء طبعا. شحث يعني صدئ وسخ فسد بلي. ايوه هي أبلى مصر. أبلاها هلكها. ايوه هي اللي حبيت اقول لك اياها. هي نفس بالسرياني. واشحث. ايوه شحيت الرشوه، والتاء مع دمره. ايوه بس بالعربي لا. بالعربي ليسحتكم. والسحت انها تكتب نفس بالحالتين مع التاء. اوكي شفت علي؟ لان انا شفت القرابه باللغه بالقران بذاته. جذر الكلمه سحت، والسحت نفس الجذر. واحد تعني رشوه والثاني تعني دمره. فيعتبروا هم فهموها انه الرشوه تدمر. كيف قربوا الامر؟ بس هو اكيد خطا. سموا احنا بالاشهر المعاصر ما نستعمل هاي الكلمه شحاته. نقول تلقله يعني تلخله. ايوه
ايوه لا فقط ثالخ او تالق. فلك منيح. انت افدتني الان بخصوص لاني بيشتغل على الطبعه القرانيه، بشوف شو يقولون. بس أيوة. احنا لازم مرة ابونا نقعد شو اسمه جلسة ونشوف كل الكلمات، نعيد الكلمات ومثل هيك. بس لما ايوه اخلص شو من انت الطبع اكتبها هاي الكلمات عندك حتى نشوفها هي لو كلها مكتوبات. نقعد كلها نشوفها. ايوه ايوه جلستين إيه، ثلاث بنخلص نحددها منها كلها. تمام، نحددها. ايوه مو كثير. بس تعرف ابونا كل ما بتقرا كل ما بتجد كلمات جديدة. طبعا. هاي وكل ما المشكلة. تكتشف رابط بين الكلمات المختلفة باللغات المختلفة، روابط بيناتها. ايوه حتى بين كلمات القرآن ذاتها. مم. يعني شيء غريب الان. انا لهيك انا ابحث دائما في جذر الكلمات، في مم. جذر الكلمات، واشوف هل كم مرة تم تكرير كل كلمة. مم. وهذا يعني هذا اكتشاف جديد لي انا الان. يعني هاي اضافة قيمة للطبعة الرابعة. على كل نكمل معك ابونا، يلا الله نعم بعيد. نعم خلينا. عناصر أي. الكلام. ايوه عناصر الكلام هي هاي. هو الكلام هو خطاب عبارة عن مجموعة كلمات نعبر بها عن أفكارنا ومشاعرنا ونتواصل بها مع الآخرين، ومنها تتكون اللغة طبعا. والكلمات التي تكون الكلام والخطاب هي على أنواع مختلفة، وهي تؤدي أدوارا مختلفة في الكلام، وتسمى بعناصر الكلام. ابونا في علامة سوداء هنا بعد كلمة الكلام، شو هاي؟ مختلفة هاي في هاي هذا هو هاي شو اسمه السهم الماركر السهم. هذه. ايوه الكرسر. هاي. ايوه لانه هو بيغطي اوقات. نعم نعم ايه نعم. ايوه اللي سمعنا تفضل. ايوه. أيوه. فهي مختلفة في الكلام وتسمى عناصر الكلام، وعددها في لغتنا العشرية كما في كثير من اللغات الأخرى 7. 7 هي العناصر. هسه اه نجي عليها هون باختصار، بعدين كل واحدة طبعا كل واحدة هي هذه اللي راح نشوفها. وبالعربي شيء عناصر اللغة احنا في العربي تعرفه؟ نفس الشيء تقريبا. لا شو هنا احنا عندنا؟ 3: اه الاسم والحرف والفعل. اها اوكي. هو هذه طبعا هاي السبعة هي ممكن تجمعها في 3 لا مجموعات. يعني اقول لك فقط مقارنه بس. م- حلو جدا لانه الثلاثه لا تزبط بالعربي. إيه. بالعربي لا تزبط، ما بتزبط نعم. بالعربي. بس لانه في بعدين الضمير او هيك واشياء مثل هسه راح هيك. نشوفها. شوف هسه راح نشوف. ايوه لانه طيب الصفه احنا بنستعملها تعتبر اسم. كاسم. ايوه نحن في بعض الكتب القديمة كانت هيك، بس انا لا شفتها انه لا مو صحيح يعني. ولو ايوه هي كلام من سليم. جنس بس هسه راح اشوف شنو الفرق بين الصفة والاسم. ايوه عفارم عليك عفارم عليك. شوف بس شوف حبيت. الاسم او شما بالاشهر المعاصر، بالقديم شما، بس هم شما بالحديث. الاسم شما وناون. وايضا الموصوف مش تمهانه. ملاحظة صغيرة يا أبونا. نعم نعم أنت لفظت الكلمة شمة، نعم حطيت الشدة على الميم نعم. ليش؟ لأنه اشوف. في ايوه الحرف الأولى فيها كسرة قصيرة. ايوه جيد. لا تعلمت. شوف تعلمت. شفت؟ بالضبط بالضبط شفت؟ بالضبط. عفارم عليك. لهيك أنا وقفك من وقت لآخر مشان يعني أقول لك انا عارف انت نورتني. تقول هاي مو بس لنفسك لكن للمشاهدين ايضا انت تريد تمام تلفت لأنه نظرهم. نعم أنا نعم. سمعت كل الشمة. فأنا ايه. دورت على الشدي، ذكرت إنه ما حرام في عليك. عندكم شدي. نعم وشو يساووا ما عندهم شدي، حيعملوا إيه؟ فهم عملوا حركة قصيرة قبل الحرف اللي عايزين يشددوه. المشدد. ايه. أيوة انتبهوا، يعني هاي مهمة. ايوه هاي مهمة شم. ليش؟ شمة. لان صار مرتين يلفظ شم إيه. وما. ولاحظوا إنه الحرف الأول الشين هو من أبونا شمعون. ايوه شمعون هاي هيك يكتب شمعون شمعون الشين. شمة. أيوة شمة شمعون أيوة. شمة. وشمة. والألف هاي بركة. هاي يجبرك يا اخي. هاي الألف لان البركة. اصل هي الحركه اللي فوق الميم أيوة الحرف بس الاخير. أبونا عندي سؤال برضو مشان نعم. نقدر المشاهدين، لو تحذف الألف ما بصير؟ لا تكون يعني شو تقول يعني ما يصير جميل. الحرف يكون مشوه. الكلمة تكون مشوه. الكلمة تتشوه.
يعني شو مشوه بلا مشوه، ما هو ما دام بيأدي نفس العمليه يا ابونا. نعم إيه نعم، ابونا، تحط لا الالف هي لا، الف، طول روحك. تجملها وتكملها لا لا لا، هيك انا بقول لك هي بركه. بركة بس. نعم. شمة. اي إيه. ابونا، انت دخلها في الكتاب تاعك، تقول هاي البركه. البركة أنا كما أسميها الختامية التي لا تكتب ولا تلفظ، لا، الختام. البركه افضل ابونا. البركة أيضا، شو ومثل الحكي ما هذا بركة الختاميه بس؟ بركه. دخلها قل وكما يقول أستاذنا بركة هي. نسميها هي البركه. هي حبة البركة، هذه حبة حبة البركة، أيوة حبة، حرف البركة، حرف حرف البركة. البركة هو. إذا بس شكرا. أبونا، لا بس أنا بدي يعني أنا عايز أفهم، فهمت علي؟ طب أنا لنفرض أنا كتبت بلا الألف الأخيرة هاي. لا غلط، إيه، إملائيا خطأ. لا بس منيح، صبرك علي، أنت ما بتخليني أكمل جملتين. هذا ما هذا اللي جنن أستاذنا، اللي أنت بتقاطعه بكل كلمة. قلت لك انت عراقي هو لبناني، فانت تقاطع على كل كلمه. هو اتجنن بطبيعه الحال، طلعته عن دينه مثل ما مسكين. طلعته عن دينه. وانت عايز تطلعني عن ديني، بس انا ابونا يعني عقلي اقصى من عقله، فاهم علي؟ فانا دائما بلت، فاهم علي؟ انا دائما بلت يعني. je suis épileptique، فاهم علي؟ اكرر يعني انا نعم نعم نعم. راسي كاسي. تعرف احنا بنقول عنده راسه كاسي لانه باكل كثير بطيخ، فاهم علي؟ يقولون عندنا هيك، يا كثير بطيخ ها. احنا يقولوا هيك لانه قريتي كان مشهوره بالبطيخ. مهم. كنا نصدر البطيخ للكويت زمان قبل الحرب. حلو. والدي المرحوم مره راح بترك بطيخ للكويت، اوه. باع البطيخ تاعنا بالكويت. ايه حلو. شفت علي؟ إيه. فيقولوا اهل قريتي رؤوسهم قاسي لانهم باكلوا كثير بطيخ. بطيخ بس البطيخ، ايوه ايوه ايوه. يعني انت مش هتطلع راس معي. ايه ايه، لا تفضل خش. مليح. انا يعني كنت احكي اليوم واحد صديقي يقول يعني هل الملاحظات اللي تعملها وهل المداخلات هاي تنور كثير وتوضح كثير الامور للمشاهدين يعني. لانه انت متعود عليها الامور هاي. صح. وانا فبالنسبة لي هي شيء اعتيادي، شيء يعني واضح، بديهي ايوه. بديهي، ولكن طبعا الغيري مو هيك بديهي. فانا بدي اعيد السؤال، بس اصبر علي لا تقاطعني ارجوك. نعم تفضل 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 تفضل. يعني دلل اذا اتدلل. اذا تقاطعني اعيد كمان السؤال نفسه. اتدلل اتدلل. مثل كان عندنا استاذ على فكره، استاذ جانا الدرس هيك وبده يخلص الموضوع تاعه، ايه فصار يقرا النص امامه، كان في الجامعه هون، ويقرا بسرعه مشان عايز يخلص كل الموضوع. ايه ايه. واحنا ما عرفنا نكتب لانه ما كان زمانات يوزعوا كتب، اها. كلها يعني يتبع الملاحظات اللي تاخذها منا، صح. وما في يوزعوا علينا كتب. واحنا ما عرفنا نكمل نكتب هذا. في اخر الحلقه بقول له استاذنا ممكن تعيد لان ما فهمنا شيء. هذا مسكين صار يلطم على راسه. ايه لازم كله يعيدها. ايه. لك اخي كلها من الاول. بقول لك هذا يعني استاذ جديد كان جاي علينا مثل هيك، ومش متمرن كثير وما عنده عقل، ناس عقلهم قاسي مثل عقلي. انا لا مليح، ناس خليته جريئين جريئين خليته يكمل. مره استاذي يقول لي انت شو اسمك؟ قلت له سامي. قال لي بس سامي احنا ما بصير نستعمل الاسم الصغير، لازم اسم العائله. قلت له انت عايز تتكلم مع جدي ولا معي؟ حلو. قال يا لي لا سلام. انت اسمك الذيب. قلت له مسكين الذيب هذا مات وصار عظامه مكاحل. الله 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 الله. اذا تتكلم مع سامي شو بدك بالذيب؟ انت ده شو يعرف. الذيب؟ هو لو يعرف شو معنى الذيب يخاف يبطل اكيد يستعمل كلمه اكيد الذيب. اكيد. على كل ابونا ارجع للسؤال تاعي. نعم. هلا انا بدي احذف الالف، ايوه. ما تقول لي خطا املائي كيف تلفظ؟ تلفظ شمة ايضا. يعني الالف هي فعلا بركه.
لا تزيد ولا تقدم، هي فقط زخرفة. نعم، هي زخرفة ممكن تقول. هو مرة أتذكر أستاذ كريستوف كان يقول يمكن هاي الألف هي ألف التعريف، يعني آل التعريف وهيك، بس هذه ما موجودة عندنا في أي كتاب، لا قديم ولا حديث. هالشيء هذا أنا ما شايف. بس بتعرف أبونا الألف تاعكم شو تذكرني؟ تعرف العواميد اللي بيبنوا عليها الكنيسة، هذول اللي بيمسك الكنيسة، العواميد هذول، وبعدين فوقيهم في زخرفة. نعم، مش هيك؟ في زخرفة، صح، مشان يتجمل، مشان نعم، يجمل. هاي الزخرفة لا تقدم ولا تأخر، صح، مش هي اللي تمسك الحيط. نعم، نعم، فهمت علي؟ صح، حلو، فهمت تشبيه علي؟ جميل، تشبيه جميل. هي فقط تجميل. فأنا لما أشوف الألف تاعكم تذكرني برأس العمود. جميل. لأنه هي يعني هي جميلة الحرف ألف تاعتكم، إلها مثل الزخرفة. صح، شفت علي؟ أنا تعرف فكرت، قلت يمكن هي الحرف الأول من اسم الله، آلهة، يمكن حطوها دائما، ما أعرف. بس هاي طبعا كان المفروض هي قبل المسيح، يعني هاي ما كان في بعد، ما كانوا مؤمنين ذاك الوقت. أيوة. ما تدري ما هي اللغات ما يدري، واحد ما يدري. الأولى، بس اليوم لنا هيك جدينا هيك. أنتوا أنا تعودتوا أتذكر كثير عليها. مرات أستاذ سامي كنا مثلا نسأل السؤال للأستاذ العربي بالمدرسة الثانوية بالإعدادية هذه، كثير من الأمور يقول ما هكذا قالت العرب، ما عنده جواب الآن. تعليل يقول هكذا قالت العرب. صح. لأنه قواعد اللغة لا تخضع لمنطق، لا تخضع لمنطق. هكذا قالت العرب كانت. مثل قتلوا، أكلوا، بتحط الألف بالأخير، لكن الألف هاي لا تقدم ولا تأخر. نعم. مثل عندكم الألف هاي، بس إذا ما تحطها يقول لك لا غلط. بس ليش غلط أخي؟ لا غلط، قتلوا، يعني ما شو تفرق؟ كأنه الكلمة ما انتهت. أيوة، كان ما أدري السبب. على كل، هلا فهمت يعني، هلا علقت في راسي. شمة هيش، هلا شمة. جميل. أيوة، يلا شمة. حلو. هاي تساعد المشاهدين السامعين، نعم، أيضا يفهمون هذا. بس تعرف أبونا واحد كتب تعليق حلو، قال هذه أجمل دروس سمعتها بحياتي. شفت حلو. كتب الحكي هذا لأنه مسلية، يعني إحنا لازم أقول واحد يعني خفيف على المعدة، لا تكون يابسة هيك قاسية. إحنا يقول عندنا تكون لينة، مثل الحروف اللينة عندنا هذه. إحنا نقول بلها، نحط شوي مية بللها شوية. يعني إحنا بنفرق بين شيء. تعرف واحد ياكل خبز ناشف، بس مشان تعرف تبلعه، تبله بالزيت أو بالمية فتعرف تبلعه. صح. فكان الأستاذ تاعي نحن نستعملها هي كلمة مركخلة، ماكو عندنا هالخبز رقيق هيك طبعا. أيوة. فيقول مركخلة يعني لينة شوية بيش بالماء طبعا. بس أستاذنا كان دائما يقول هيك في بلادنا، كان يقول للطالب بلها شوية، يعني ما تحكي فقط كلام ناشف. أيوة. حلو. احنا نقول بلها. ليش كلامك ناشف مثل هيك؟ ناشف. احنا بنقول كلام ناشف. باروزة. ايوه. طيب هلا يعني اهو تكلمنا. هي هذا الاسم شمة. ايوه. ايضا موصوف، مش تمهانة. مش تمهانة. هو هيك في الكتب القديمة. الاسم والصفة هي اسم، ولكن الاسم نفسه يسمونه مش تمهانة موصوف، والآخر صفة موصوف وصفة. كانت هيك، فلهذا كان يعتبروها شيء واحد. ايوه. فكان يعملوا ايه؟ كان يقولون ابونا على فكرة هلا صارت ساعة، إذا عايزين الناس يكملوا الحلقة، مش حلقة، نوقف هلا شوي. إلا إذا كان هذا الدرس ممكن يخلص في 5 دقائق، بس مو معقول. ممكن يخلص إذا ما عندك كثير من الأسئلة من النكت، يعني عايز تسكتني؟
لا قصدي إذا في كثير من أسئلة طبعا يطول، ولكن إذا لا هو يخلص 5 دقائق. ما شو جريني أنا، شو لأنه جريني قبل لا ما أنت أحكي زي عظيم هالملاحظات حلوة، يعني تساعد. أنا قلت لك تساعد الناس اللي لأول مرة دا يسمعون طيب خلينا اللغة العاد هذه. تتوقف، ولا بعدين مش حاسأل وبعدين بتصير ناشفة. خلينا أيوة. نوقف شوية. أوكي يلا. أوكي. خلينا نوقف. إذا إذا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. الشريط القادم حنكمل هذا الموضوع اللي احنا بدينا فيه، مش عايزين نطول عليكم. أهو احنا هنقطع الشريط.